السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جانا لكم بمقطع جديد، مقطع كيف اضبط سكوباتي واثبت ايمي واخليه 100 ما يتحرك. لو على اساس سكوب 6 سكوب 4 شيء بنفسك تسويه راح يفيدك. شيء تنقله من عند غيرك مثل حساسية ما راح تفيدك، لان جواله قد يكون غير عن جوالك. اقرب مثال معكم يا جماعة، انا كان جوالي ايفون 8 وكان ايمي اسطوري وحساسيتي مرة ضابطة 100%. لما حولت ايفون 8 بلس اندمر ايمي و... واختلف عن قبل. فجيت التدريب وضبط لي حساسية جديدة لما ضبط الايم معي وصار ممتاز. طيب نبدأ بالبداية. تروح الاعدادات، تروح حساسية، عندك تشوف هذه الخيارات الاربعة اللي فوق مهمة. عندك مخفضة متوسطة وعالية وتخصيص. انا افضل تكون تخصيص اولا لانهم يعطونك اوريدي اعدادات اسطورية، بس يبيلها تعديل بشيء بسيط. حلو. بالبداية الخيار الاول نختار تخصيص، نجي للمربع اللي تحت حساسية الكاميرا اللي هو هذا للعين، اول مربع للعين، فما يفيدك بالسكوبات والحركات هذه. بعدها نرجع تحت وتلقى شيء اسمه كاميرا، وشيء اسمه حساسية اي دي اس، وشيء اسمه جيروسكوب. الكاميرا اللي هي انك تفتح سكوب وتحرك الجوال بدون ان تطلق. لو تلاحظ انا قاعد احرك الحين بدون ان اطلق، هي هذه حساسية الكاميرا. الاي دي اس اني اطلق واحرك بنفس الوقت. وثالث شيء اللي هو الجيروسكوب، لاني كل شيء يعتمد على الجوال، كذا قاعد احرك الجوال. الحين نجي على اول خيار اللي هو الكاميرا. عندنا شخص الثالث بدون منظار، وعندنا شخص الاول بدون منظار. الشخص الثالث بدون منظار نحط 242. طيب وش هذا الشخص الثالث بدون منظار؟ هذا اللي شوفه نحرك الشاشة في لعبي كيف يتحرك. اذا جيت وحطيتها 52 شوف ما تتحرك. طيب هذه بيش تفيدني يا جماعة؟ هذه تفيدك بردود الفعل. مثلا في احد يرميني بظهري، ادور له بسرعة في ردة فعل. بما ان اذا كانت 40 مثلا، الحين مثلا شوفوا مثلا وراي احد يرميني، لما اجي الف ما يلف، شوف يتأخر. فانصحكم تحطوا لها 200 فوق، لانها راح تساعدكم وتخلي حركتكم سريعة واسطورية. حلوين حلوين يا جماعة. عندنا نقطة الاستهداف الحمراء، منظار ثلاثي الابعاد، مساعد استهداف اللي هذا اللي انا حاطها 40. هذه للريد دوت والايش والريد دوت والهولو. انا حاطها مدري 40 30 20. المهم اذا رفعنا عليها ونجي نحط هولو، شوف مستحيل تقدر تسيطر يا جماعة، والله ما تسيطرون. المهم هذه انا انصحكم تحطونها من 40 وتحت. حطها، انا حطها 20 40، حطها على حسب حركة ايدك. شوفوا حركة اسطورية مرة. الحين نجي مثلا لسكوب 3 او سكوب 6. حلو. وين سكوب 6؟ هذا سكوب 6 بنرفعه بنحطه اعلى شيء. انا كنت احطه 10، بنرفع بنحطه اعلى شيء. طبعا شوفوا خلي احطه فول. شوفوا معقول احد راح يلعب كذا؟ مستحيل. فانصحكم دائما الكاميرا تخلونها شيء بسيط. مثلا هنا واحد فجأة تشوفه بالمحطة حول عليه. حلوين. فهمتوا الكاميرا بشكل عام؟ تجي التدريب تضبط، تمسك سكوب سكوب تعدله، تخليه يكون ايش، تخليه حركة حلوة كذا، تشوف نفسك مرتاح للحركة تعدلها. الحين يا جماعة نرجع نشرح لكم ال ADS اللي هو شيء مهم وشيء اسطوري للناس اللي تتحكم بالايم عن طريق الاصبع. في بعض الناس تلقاه منفعل الجيروسكوب وايمه مصطرب، تلقاه يتقن حساسية ADS صح، مسويها صح. طيب ايش ال ADS وكيف اضبط؟ اول شيء يجيك بال ADS الشخص الثالث بدون منظار. شوف انا حطها واحد، طبعا ما حطها واحد بس هذه تجربة. شوفوا انا الحين قاعد احرك اصبعي بس ما قاعد يتحرك شيء لاني ما رافعها ولا شيء. بما ان لكن شوفوا اذا رفعت عليها حطيت 300 مثلا، شوفوا فتضبطها على حسب. طبعا تخليها 300 راح تتعب. انا انصحكم هذا ما له دخل. انصحكم تحطونها 149. جربت 149 ممتاز. يعني الفترة الأخيرة خلاص قمت استخدم الجيروسكوب 100%. أنا ما استخدم أصابعي، هذا ما تفيدني. شوفوا فتفيدك. شوف
ممتازة. حلو. هذه اللي هي مثل ما قلنا الشخص الثالث بدون منظار. الشخص الأول بدون منظار اللي هي المنظور الأول. نرجع مرة ثانية نقطة استهداف الحمراء، منظار ثلاثي الأبعاد مساعدة الاستهداف اللي هي الهولو والردو، تنحطها 40. شوف لو رفعنا على الهولو شوفوا شو ايش راح يصير. قاصر شغل دبكة بس، فانصحكم تحطونها مثل ما قلت لكم. هذه ما لها دخل، خلوهم 149. تحطونها من 20 وتحت، 40 وتحت، فاشوف كيف تكون حركة ممتازة. راح تساعدك لما ترمي الواحد يمشي مرة ايمك ما يروح بعيد. لاحظوا على الاي دي اس كم حاطة بسكوب 6. الاي دي اس حاطة بسكوب 6. طبعا سكوب 6 لما ترجع 3 تتحول اعدادات لسكوب 3. انا حاطة 129. شوفوا شوفوا شفت كيف ما يتحرك. تلقى السكوب اذا جيت تلف على اليمين يلف بشكل منتظم ممتاز صراحة يا جماعة. فانصحكم تقللون من هذه الحساسيات، ما تنفعكم دززتوها. حلوين. الحين حنجي الجيرسكوب. جيرسكوب من هنا تفاعله. جيرسكوب الله يسلمكم تفاعله من هنا. جيرسكوب اغلاق تشغيل منظار، تقدر تخليه للسكوب فقط تشغل دائما. طبعا انا حاطه تشغيل دائما. حلوين. شوفوا يا جماعة ينزل الجيرسكوب. تلقون الشخص الثالث بدون منظار. انا ايش حاطه؟ اللي هو 300 انك ترمي تحرك جوالك. شوفوا حركة حلوة. لكن لما نجي لما نجي الجيرسكوب ونقلل عليه، شوفوا حطه. شوف قاعد احاول ينزل، انزل جوالي انا كامل ما قاعد ينزل. شوفوا ايه بصبعي ينزل لكن الجوال مستحيل ينزل. شوفوا ما ينزل. شوف الايم كيف ما يتحرك. فاول شغلة ان هذه تحطونها 300 او تحطونها 280 عشان لما تلعب تحرك جوالك. شوف انا قاعد احرك جوالي الحين نفس الشيء. الايم اسطوري. حلوين. ثاني شيء عندك نقطة مهمة بالجيرسكوب. عندك سكوب الهولو وعندك سكوب 2 وسكوب 3 وسكوب 4 وسكوب 6. شوف يا جماعة في ناس طبعهم لما يلعب ينزل الجوال بشكل عالي. حلو. هذا اول ما فعل جيرسكوب تلقاه اوريدي هو قاعد ينزل جوال بشكل عالي. وفي ناس تلقاه ينزل جوال بشكل بسيط. حلو. طبعا جيرسكوب كل ما زدت العدد كل ما نزلت جوالك بشكل بسيط. خذوها قاعدة. ازيد على اعدادات مثلا سكوب 6 احطه 300. انا هنا انزل جوالي بشكل بسيط بس. لكن اما اجي واخليها 140 فانا محتاج انزل جوالي بشكل عالي. لاحظوا راح نمسك سكوب 6 وراح نرفع نحط لا سكوب 3 طبعا ما 6 لاني سكوب 6 منزله 3 راح احطه 300. حلو. شوفوا كيف حركته سريعة. الحين لما بجي اطلق لازم انزل جوالي شيء بسيط. اذا نزلت بزيادة راح يضيع عيمي. شوفوا نزلت جوالي بشيء بسيط بس. لكن شوف بعض الاوقات يضيع عيمي. لاني انا شوف انا هنا نزلت بشكل كبير وضاع عيمي نزلت تحت. لكن لما ارجع الحساسية اللي انا متعود عليها اللي هي 140 اني انزل الجوال بشكل عالي، لاحظ كيف راح يكون الايم مسطرة لاني خلاص انا متعود. شوفوا جماعة ايم ما يتحرك 100%. انا هنا نزلت جوالي بشكل عالي وثبت ايمي. فيعتمد عليك. اذا نزلت جوالك بشكل عالي فتبي لازم انك تقلل الرقم. فاذا انك انت تنزل جوالك بشيء بسيط وما تبي تتعب نفسك زيد على الرقم وحطه 300 250. لكن يبيلك توازنها صح. اذا نزلت بشكل عالي راح يضيع ايامك. اتمنى فهمتوا يا شباب. عندكم نرجع لكم فهمكم. عندكم الكاميرا وعندكم الاي دي اس وعندكم الجيرسكوب. الكاميرا انك تجي وتمسك سكوب وتفتح سكوب بس بدون ان تطلق وتشوف الحركة تكون عندك حلوة.
بعدها تجي مرة ثانية للاي دي اس انك ترمي وتحرك جوالك تضبطها تشوفها متى تجي على كل سكوب كيف تكون ممتازة لك. بعدها تجي للجيروسكوب وتشوف نفسك. شوف انت امسك اي سكوب وارمي ونزل جوالك، اذا شفت نفسك قاعد تنزل جوالك بشكل عالي ويضيع ايمك فقلل على العدد وبتضبط معك. وما اذا شفت نفسك قاعد تنزل جوالك بشيء بسيط وايمك ضايع زيد على العدد. هذا خذها قاعدة. شوف الانفور اللي فوق، هذا القطع افضل قطع ممكن تثبت لك الايم، اللي هي الفيرتيكال والستوك والمعادل مخزن سريع. حلوين. طبعا انا مثلا انت ما لقيت فيرتيكال استبدلها بهالف. الهالف ايضا اسطورية في ثبات الايم. طيب انا في البوش مثلا عندك مسفن تبي تستخدم قطعة للمسفن، انا افضلك تحط قبضة الابهام اللي هي تحت هذه. شوفوا هذه قبضة الابهام، هذه ايش فائدتها؟ ثواني اوريكم ايش فائدتها. شوف انا الحين قاعد افتح سكوب بيش، شوفوا الفتحة بطيئة صح؟ تعال لما انا احط قبضة الابهام شوف الفتحة، شوف كيف يفتح بسرعة. فهذه تفيدك بالرياكشن في البوشات لما تفتحها بسرعة. كيف تفتح لك سكوب بسرعة اكبر.